الله الرحمن الرحيم. قدر الله ما شاء فعل. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. اليوم صدر في حكم ضد موكلتي، أختي، صديقتي، حبيبتي وتوأم روحي حليمة بولن. هذا الحكم طبعا صدر، احنا تقريبا صار لنا في هذه القضية سنة، وكنا أمام تعتيم وتكتيم طوال هذه المدة، ولكن أحب أن أبين بداية الأمر قبل لا أدخل في صلب الموضوع بأن الخصم وهو الطرف الذي رفع عليه القضية أخذ ذات الحكم، وهو الحبس مع الشغل والنفاذ والغرامة 2000 دينار. إذن نحن أمام طرفين ادعوا أمام بعضهم، وكل شخص أخذ ذات الحكم وهو الحبس مع الغرامة 2000 دينار كويتي. هذا رقم واحد أحب أقوله. 2، فعلا لقد تم توجيه تهمة التحريض على الفسق والفجور للإعلامية حليمة بولن، ولكن فعليا ما الذي حصل؟ في بداية الأمر هي لا تعرف هذا الشخص الذي ادعى عليها، وإنما هو من قام بداية في الدخول على حسابها عبر برنامج التواصل الاجتماعي الواتساب، وعرض عليها بداية المعرفة وطلب منها الارتباط فيها ارتباط الزواج. وبحكم أن أرسل الصور الخاصة فيه، وبدأ في عبارات الإعجاب والغزل وغيرها من هذه الأمور، كان في هناك ملاطفة فيما بين الطرفين، فكان في هناك حديث وتبادل للصور. لا يوجد أي فيديوهات مثل ما تم نشره. أي فيديو تم نشره فهو متحصل عليه بطريقة غير قانونية. أي صور تم نشرها فلقد تم التحصل عليه بطريقة غير قانونية، وهذا دفاعنا الذي تم تقديمه في النيابة وغيره. ما في شيء قد أرسل من قبلها، ولكن قد تحصل في هناك أمور قد تحصل عليها هذا الشخص بحكم معرفته فيها في هذه الفترة، أو بحكم حصوله على هاتفها والاستيلاء على هاتفها وتحصل على بعض الأمور من خلال حصوله على هاتفها الخاص أو استخدامه لهاتفه الخاص. وهذا سبب الحكم الذي صدر عليه، وهو ثبوت استخدامه لهاتفه الخاص وتعرضه لأفراد آخرين عبر هاتفه الخاص. ولولا أنه قد أرسل رسائل صوتية لكان قد استطاع أن تكون على قولتهم الجريمة المثالية أو the perfect crime. في جزئية أحب أنوه عنها. أنا خلال مسيرتي القانونية والمهنية خلال 22 سنة، وأنا أنصح البنات، يا بنات لما تكلمون شخص لا تثقون فيه، يا بنات لا ترسلوا له صوركم، يا بنات لا تقولوا له كلام غزل، لأن هذا الشخص من خلال تقديمنا لهذه للمحادثات وغيرها كان يقوم بمسح كافة الرسائل الخاصة فيه ويحتفظ بالرسائل المرسلة منها له، فكأن هي تبادر في كلمة. الحاصل بعد مرور 2 من العلاقة الموعودة بالزواج، وبعد التحكم والغيرة الزائدة وغيرها 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 من العديد من الأمور، ما أخليك تروحين ولا مكان. تسافر إعلان يطق تذكرته يروح وراها الإعلان، تروح تودي عيالها المدرسة يروح وراها المدرسة ويسوي لها مشكلة، وأنا أعمل وأسوي وأحط وشيل. تسافر مع رفيجاتها تروح مطعم تلقاه موجود. مشاكل 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 مشاكل. اكتشفت بأن هذه العلاقة لا تصلح للزواج، وأنها لا تريد أن ترتبط بهذا الشخص. لا، مو كيفك، مو هذا اللي راح يصير. غصب عليك راح تتزوجيني، وغصب عليك راح تحبيني، وأنا الحين بروح أشتري هدايا، وراح شرى هدايا، وإذا ما دفعتي لي قيمة الهدايا فأنا راح وأسوي لك فضيحة بالفريج. وفعلا شرى الهدية وهدد
وغصبا عليك تدفعين قيمة الهدية، ودفعت قيمة الهدية وهناك لينك مقدم بالرسائل بأن لازم تدفع الهدية وقيمة، وكذلك اللينك بقيمة الهدية، وإلا فأنا راح أسوي إنه ما يعلمون. خلاص، شو اللي يرضيك يا ولد الناس؟ شو اللي تبيه؟ جبت الهدية، يبقى كم قيمة الهدية؟ هاك فلوسها، وخر عن بنت الناس، بلا زواج بلا غيره. خلاص انتهى. خلاص نغط لنا يومين ثلاثة ونرجع بالأكشن من يد ويديد. يا تتزوجيني، يا مش عارف إيش، يا أسوي لك حفلة. صار التهديد وصل إلى الأبناء، إلى الأسرة، إلى العائلة، وتم تنفيذ هذا التهديد في بداية الأمر. حليمة كانت رايحة العمرة مع صديقتها حنان المطوع، لحقها لي المطار وبلبسه وزيه الرسمي دخل لي غرفة البزنس وهددها بأنه سيقوم بفضيحتها، وشوفي إذا عمرك بتنحسب. وحنان المطوع كانت موجودة وشاهدة على هذا الموقف وردت عليه، وتم تثبيت شهادة حنان المطوع وإثبات الفيديو الحاصل بدخوله من خلال المطار. حلو. كشف الحركة أثبت وجوده أمام بيتها لما هدد في موضوع الهدية، أوكي، من الساعة كم إلى الساعة كم، والذي انتهى بالاتصال على مدير أعمالها بدر السبع والتواصل معه في منطقة أخرى، حتى إن إذا ما أعطيتوني قيمة الهدية أنا للساعة 4 الفجر بقرطبة قاعدة أطق هرنات. وتم تسليمه لينك بقيمة الهدية اللي هي ما تبيها، ولكن بالإجبار والقوة حتى يبتعد عنها. 3. مصورها الشخصي سافرت لحقها جورجيا، تدخلت الشرطة الجورجية، سوى لها فضيحة في الفندق وتعرض لها، ويعني حاول الاعتداء عليها بالضرب وغيره في محاولة انها ترجع له وتقبل في الزواج فيه. 5. في أثناء رجوعها من رحلة تكريم ومؤتمر في مصر تعرض لها بالاعتداء بالضرب داخل طيارة كانت معاها مصممة الأزياء وفاء المطيري، وتم تحرير تقرير طبي فيها ذلك. رجعت الكويت هني عاد خلاص ورا موقف الطيارة، خلاص قالت أنا لازم اتخذ إجراء قانوني. كانت نصيحتي لها كمحامية بأن تقوم برفع دعوى تهديد وابتزاز والاعتداء بالضرب. ولكن وحال كونها إعلامية وشخصية معلومة ومعروفة وعندها بنات ومنفصلة، أستاذة مريم أنا ما أبي أرفع قضايا، أنا كل اللي أبيه إنه يوخر عني هذا الشخص. يا حليمة، في شيء اسمه شكوى خاصة في الإدارة العامة للمباحث الجنائية، ولكن هذه الشكوى الخاصة ما زالت في الكويت تعتبر شيء غير قانوني. يا بنت الناس رفعي قضية أفضل. لا لا لا، أنا ما أبي أضر ولد الناس ولا أبي أضر نفسي، أنا كل اللي أبيه إنه يوخر عني ويوخر عن تهديداته وملاحقته عني. فأصرت أنها ترفع شكوى خاصة. إذا من قام بداية في رفع شكوى خاصة في الإدارة العامة للمباحث الجنائية إدارة البحث والتحري كانت حليمة بولند. وبعد استدعاء والتحقيق معه وإثبات من خلال حركة الدخول والخروج وغيرها بأن فعلا في هناك ملاحقة وهالشيء، تعال هي قدمت كذي عليك، أنا قال لهم أنا بعد بقدم، بجيب لكم أوراق ويي. صار بينهم أخذ وعط، قال لهم راح أطلع وأجيب لكم أوراق مرة ثانية. طلع اختفى. اللي حصل شنو؟ إن إحنا قلنا إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، مش ولد الناس. فوجئنا بعد 3 شهور بأنه هو رافع قضية تحريض على الفسق والفجور. طبعا كان طول فترة علاقته معها يهددها بأن سيقوم بفضيحتها، ويهددها بأن ماسك عليها صور وأن هي محرضته، وشفنا هالشيء من خلال رسائل ومسجات. طبعا هو يعتقد بأن ما كان عندها ولا شيء، لأنه كان يجبرها على مسح الرسائل كل بين فترة وفترة أنها تمسح كل التلفون من عندها، وهو يظل عند الرسائل. وشنو الرسائل؟ كلامه ممسوح، طبعا في مكالمات مسجلة بدون رضا،
في إثبات لاستخدامه لهاتفه الشخصي، في صور هو ماخذها من تليفونها بدون رضاها تليفونها الشخصي، صور شخصية صورتها في غرفتها بدون رضاها وبدون علمها نهائيا، مستحوذ عليها. حتى أثناء تقديمه لهذه الأوراق هالصور أمام النيابة لم يثبت ولم يقدم بأنها مرسلة من هاتفها لهاتفها، وإنما عن طريق الاستديو الخاص في تليفونه. زين ليش ما قدم دليل يثبت بأنها الصورة مرسلة من تليفون حليمة لك أنت؟ لا، ما قدم هذا الشيء، قدم الاستديو فقط. محادثة مقدمة احنا نقول مصطنعة، مو معطي التليفون علشان يقدم إذا هذه المحادثة مصطنعة أم حقيقية. التحريات جاءت بأن لا، فيه أشياء مرسلة من بيت حليمة إلى بيته. احنا قدمنا ما يثبت أن كشف الحركة المقدم أثبت تواجدهم في ذات المكان أثناء فترة سيطرت عليها، وأثناء فترة أخذ لهاتفه، وأثناء فترة اللي هو كان أن أنا الكل في الكل. ترى هذه الفترة جدا صغيرة، ولكن غلطة الشاطر بألف. هذا اللي أنا أقوله حق كل موكلاتي، لا تثقون في أحد. هذه المشكلة ممكن تصير في أي بيت باكر، أي بنت تكلم أي واحد، أو إذا كل البنات اللي على علاقة زواج أو خطبة أو قبل الزواج كلمت شخص وهذا الشخص ما ارتضى، شافت نفسها ما تقدر تمشي معاه، يروح يرفع عليها تحريض على الفسق والفجور، إذا ملئت السجون. القانون صريح، لا يفرق بين المرأة والرجل، احنا عارفين هذا الأمر، ولكن هناك أركان لهذه الجريمة. احنا لما نتكلم هذا الكلام، أنا كل الكلام اللي قلته هذا مثبت بالورق، مثبت بالتحريات، مثبت في شهادة الشهود، مثبت في الدلائل، مثبت في المرافعة، مثبت في مذكرتي، في مذكرة أستاذ دوخ الحصبان اللي كان معاي وزميلي وليد العتيبي. أوكي، ومثبت كذلك التهم الذي وجهت إليه والذي على أثرها أخذ حكم. أثناء هذا الأمر حاول إنه هو يتواصل مع حليمة على أساس تسوي تنازل. حق التقاضي مكفول للجميع، روح مثل ما تم نشر احنا رافعين ملاحقة وتربص وتهديد في المخفر، تروح الأفنيوز بعد القضية يلحقها، تروح مدرسة عيالها يلحقها، يا رفيجة الخاص صديق عمره، يا لباب بيت حليمة وطق الجرس. عندنا تسجيلات في هذا الأمر، وأخذنا هذه التسجيلات بموافقة هذا الشخص، وتواصلت معي أخته كذلك، إنزين، بأن كل اللي صار بناء على تخطيط من قبله، وأن على علم في كافة الطرق القانونية اللي يقدر فيها يطلع نفسه من هذا الأمر، مع العلم أنه هو أخذ هذا الحكم لأن عنده عود، والعود مع وبحكم أن هذا الحكم الصادر عليه حاليا هو أخذ بسبب العود، أي إعادة ارتكاب في سابقة قانونية عليه من قبل. أوكي، رفيجك اللي جاء عندنا للبيت وقال بأن كل هذه الأفعال على قولته بنت الناس ما تدري، هو أنه مخطط من زمان وحاط في باله أنه هو يبي يدخل عليها فيها. زين، احنا عندنا شاهد نفي، طلبناه بالنيابة لم يتم استدعائه، طلبناه بالمحكمة لم يتم استدعائه، طلبنا ضابط الواقعة اللي حقق فيها بالتحريات لم يتم استدعائه، طلبنا شهودنا اللي تم استدعائهم في النيابة ما استدعاهم القاضي، طلبنا الضابط اللي حقق في هذه القضية في الشكوى الخاصة لم يتم استدعائه. طيب ترافعنا، صدر الحكم، احنا ما نناقش بالأحكام، لم نتعلم قانونيا بأن نقوم بمناقشة الحكم. اللي علينا أن نقر بالاستئناف وندفع بالدفوع القانونية أمام محكمة الاستئناف، ولكن نحن عندنا دلائل قانونية. المتهم لابد أن يستطيع أن يقدم كافة البراهين وكافة الأدلة.
اللي هي تقدر ان هي تساعده في انه هو يثبت عدم وجود الاركان الماديه والمعنويه لهذه الجريمه. خلاصه الامر، حليمه بولند اليوم ليست متهمه، الكل يتداول اسمها كمتهمه في قضيه تحريض على الفسق والفجور. نعم، هذا المسمى موجود في نصوص القانون، ولكن لو كانت بنتك أو أختك أو صديقتك أو بنت عمك، خالتك، أي بنية من عرضكم أو شرفكم تكلمت مع شخص سين من الناس، دزت له صورتها بدون حجاب، دزت له صورتها لابسة قصير، قالت له أحبك، قالت له كلام الغزل، وبعد ما قررت أن هي بتنفصل عن هذه العلاقة يقوم بتهديدها وابتزازها، أو أنه هو يقوم ويقول لها، طبعا بحكم أن هي ماسحة كل الصور وماسحة كل المحادثات، يقوم يرفع عليها قضية تحريض على الفسق والفجور. القانون راح يرفع له. ولكن هل أنتم بهذه النقطة راح تشوفون البنت محرضة واحد طول وعرض الباب على الفسق والفجور، وشخص عنده قضايا سابقة وعارف بالدنيا وفاهم في الدنيا على الفسق والفجور، والبنت هذه هي اللي محرضته على الفسق والفجور وهو بريء؟ ولا راح تقولون البنت غلطت بأنها وثقت في شخص لا يستحق هذه الثقة؟ نعم، الغلط يحاسب عليه القانون، والقانون لا يحمي من لا عقل له أو لم يتخذ الاحترازات العقلية والقانونية في مواجهة الطرف الآخر. ولكن كذلك القانون لديه روح، وعلشان كذي القانون كان له ركنين: ركن معنوي اللي هو القصد، النية لارتكاب هذه الجريمة، والركن المادي اللي هو الفعل، القيام بالفعل، مثلا كإرسال وإرسال وإرسال، هذا فعل مادي تم استخدامه. طبعا في القضية اللي أمام النيابة احنا دافعين في دفع أساسا بأنها هذه صور خاصة فيها، وأصلا احنا ناكرين أن هي اللي قامت برسالة، لأن فعليا هي لم تقم برسالة وإنما تم الاستحواذ عليها من قبل هاتفها. تمام، هي محاسبة وفقا لنص مادة خاص في التشهير. وين التشهير في الأمر؟ هل هي قامت بالتشهير في نفسها؟ في هناك العديد من الدفوع اللي احنا راح نقدمها اوريدي امام محكمة الاستئناف. انا حاليا مو امام نقاش حول حكم اول درجة، لان الحكم ما اطلعنا عليه، احنا ما اطلعنا عليه، الحكم قاسي بالنسبة لي، ولكن احنا ما اطلعنا على الحكم، فبالتالي ما نقدر ان احنا نتكلم عن تفاصيل الحكم هذا قبل الاطلاع عليه. ولكن وبسبب انتشار تم سجن حليمة بولند بسبب ان هي محرضة شاب على الدعارة والفجور، لا لا لا، مو كذي الامر نهائيا. لازم تفهمون ولازم تعرفون شنو الحكاية وشنو الرواية اللي ممكن تكون في كل بيت، مو بس عربي واجنبي وعالمي، لان هذا النوع من العلاقات اللي ينتهي بهذا الشكل من القضايا موجود في كل دول العالم. قد يكون أنا ما أعلم بالنيات، هل هو عنده هوس وحب جنون يبي يتزوجها، ولا هو على حسب ما قال إنه هو يبي ياخذ هذا المبلغ $500,000 عشان فعلا يدفعه حق المحامي، أو هو يحب المشاهير، أو أنا ما أعلم بالنيات، لا أعلم شنو يوصل هذا الإنسان إلى هذا الفعل. اليوم وبعد كل اللي صار في الجلسة بالمحكمة يسوي لها ويقول لي أنا يا أقوى محامية في الكويت وأنا جاية أترافع ضده. هذا واقع صار. واليوم بعد صدور الحكم
هو مخلي أهله يروحون لبيتها ولبيت أهلها، وما أقبل. صار شد بيني وبينه انه ما يبي يتناقش معي، وبعدها صار سيل السب والقذف والرسائل والمسجات اللي قامت تجيني والسب، وخذاني ند حقه انا شخصيا. يا ولد الناس شو اللي تبي شيء قانوني، نتجه اتجاه قانوني. لا، ابي اكلم حليمه، ابي اكلم حليمه، ابي اكلم حليمه، ابي اكلم حليمه. ما كانت عندك فرص خلال الفتره اللي طافت. واساسا هو سوى أكثر من حركة خلال الفترة اللي طافت كانت مدمرة 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 للأسرة، للعائلة، للعمل، للسوشيال ميديا. هذا الشيء اللي خلاني اليوم أنا أطلع وأتكلم، مو بس لأن حليمة بولند إعلامية سبب النشر في هذه الطريقة لأنها شخصية إعلامية ومشهورة، لكن أنا على مدى سنواتي كل عمري كله وأنا أطلع وأنصح البنات هذه النصيحة: يا بنات لا تحطون ثقتكم، لا تحطون ثقتكم. صار عندنا قضايا كذي، صار عندنا قضايا كذي. أنا عندي قضية وماخذة فيه، أنا عندي قضية وفي مكتبي وسبق طلعت فيها وتكلمت فيها. رفيجات عمر فوق 20 سنة صاير بينهم تبادل رسائل بحكم الصداقة والمعرفة على مدى سنوات. تعرفون سوالف النكت والحركات الضحك اللي بين الصديقات، دازت لها نكتة وسوالف وضحك. يوم صار بينهم الخلاف وبسبب بزنس وعلاقات رفعت عليها تحريض على الفسق والفجور. ونفس الطريقة وفي مسجات كانت وفي فيديوهات كانت، والله العظيم أتذكر أنها كانت أول درجة حتى عند القاضي كان آنذاك عبد الله العثمان وأعطاني فيها براءة. وأنا اليوم أنا للأمانة من ناحية قضية التحريض أنا كنت متوقعة البراءة، ما راح أتكلم عن شيء ثاني. أنا أنطر الحكم يطلع وأشوف حيثيات الحكم ومن بعده إحنا نقرب الاستئناف. ولكن إني أنا أشوف إنسانة من أنظف الناس، من أكرم الناس، من أصدق الناس، من أحسن الناس في حياتي وفي حياة العديد من الأشخاص تتهم ويتداول اسمها بالدعارة والفجور، وين الستر؟ وين الحقيقة؟ وين المصداقية؟ أنا اللي علي كمحامية وكأخت وكصديقة وعندي منبر راح أطلع وأتكلم، راح أطلع وأتكلم. أما الباقي فإحنا نتركه حق قضاءنا العادل والنزيه. وأنا مؤمنة إيمان بأن إن شاء الله راح يكون في هناك تغيير للحكم أمام محكمة الاستئناف وأمام محكمة التمييز، لأن أنا بناء على الأوراق اللي شفتها، بناء على الدفوع اللي شفتها، بناء على الأحكام اللي شفتها، أنا شايفة هذا الأمر. ولكن بالنهاية أنا أحتاج لقراءة حكم أول درجة. في أشياء وايد صارت أنا ما أقدر أقولها أكثر من كذي، لأن الملف كذي بدون مبالغة كذي. في قضايا جرائم إلكترونية إحنا رفعناها نشر في شخصيات ما بأذكر اسمها قامت بنشر صور وسب وقذف لها، واليوم قامت بسبي أنا، وعادي عليكم بالعافية السب. أوكي، كان تداول غير صحي وسيء ومشوه للسمعة وتهديد. انت اللي بتنفضحين، انت اللي عيال شبين واخذون منك، انت وانتي. شكل لا يطاق وشكل غير طبيعي. كل بنت، كل أم، كل أخت، كل أخو، كل شخص عنده إنسانية ومصداقية يحط نفسه في هذا الموقف ويكون صادق. هل هو بهالحالة راح يكون قاعد يحرض، ولا يكون هو حب إنسان وفي يوم من الأيام فكر إنه بيتزوجه؟ لا، فكر، مو بس فكر ووخر عن أعز ربعه وصدق هذا الإنسان وأعطاه فرصة في حياته. ولكن هذا الشخص خذله، مو خذلان عادي، لا، بل شوه صورته وأدخله في متاهة من الصعب أو من المستحيل إنه هو يقدر ينساها في يوم من الأيام. ولكن يكفيني بأن هذه الإنسانة لما
تعرفت على هذا الإنسان كانت تعتقد بأن رجل يريد الارتباط فيها كزوج، وعمره ما راح يفكر يكسر فيها. أما ما حصل فهناك رب وهناك قانون. وأرجع وأقول أن الطرفين صدر عليهم ذات الحكم، الشاكي والشاكية، والمدعى والمتهم والمتهمة، والحكم صدر نفس الحكم. الباجي القضاء قال كلمته، وقدامنا عندنا استئناف وتمييز، وراح نرضى بحكم القضاء. ولكن في ناس في الدنيا وقد يكون حكمهم أصعب كذلك من حكم القضاء. حكموا بالعدل، وحطوا نفسكم في مكانها، وأنا مستعدة حتى لأني أنا ماخذة إذن في الكلام اللي أنا طالعة أتكلم فيه. أنا مستعدة أطلع أوراق ومستندات في الكلام اللي أنا قاعدة أقوله. مستعدة أتكلم في كل شيء، لأن أنا أخذت الحق من صاحبة الحق، ولازم كل الناس تعرف الحقيقة. بما أن تم نشر هذا الحكم بهذه الطريقة، هذا حقكم كذلك، مثل ما حقكم تشوفون الإعلان وتشوفون العيد ميلاد وتشوفون الضحكة وتشوفون الوناسة، تشوفون كذلك ما مرت فيه هذه الإنسانة. وأنا أكتفي في هذا القدر. أنا يومين منايمة، وأنا وايد تعبانة على أختي وصديقتي، وتعبانة كذلك على هي شلون تحب الناس وشلون تقدر الناس، وشلون فوجئت في هذا الكم من الحديث عليها والنشر عليها، مع العلم أن احنا قلنا أنا راح أطلع وأتكلم. أنا كل اللي أبيه منكم الحين أن ترفعون يدينكم بالدعاء حقها، وأن أنتم تثقون في كل كلمة تقولها مريم البحر، مثل ما تعودت مريم البحر عمرها ما طلعت لكم وقالت لكم كلمة كذب أو رياء، في مستندات وفي أوراق وفي قاضي السماء وفي قاضي الأرض. وأكتفي بهذا القدر، ومع السلامة.